السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم شاهين. إن شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بإذن الله نحضروا مع بعض وصفة رائعة جدا فعلا تستحق التجربة. هي مزيج ما بين ثلاث نكهات: أملو اللي كنحضروه بالكاوكاو أو الفول السوداني اللي كيبقى صحي 100%، وشوكولاتة الدهن اللي كيحبوها جميع الأطفال طبعا، والكراميل المفضلة لدى جميع الناس. هذا المزيج هذا ما بين هاد الثلاثة عناصر كيعطينا واحد النتيجة رائعة جدا كيحبوها الأطفال. ممكن نقدموها لهم في فطور صباح أو في اللوجة. ممكن أيضا نستعملوه كحشو للصابلي، كيجي رائع جدا، أو كنلصقو به لصابلي كيجي اقتصادي وفي نفس الوقت كيعطينا واحد المذاق لذيذ للصابلي ديالنا. ممكن نستعملوها كحشو للكيك، الصراحة كيجي واحد الكيك لذيذ لذيذ بزاف. قبل ما نبداو هذا الفيديو باذن الله بغيت نوجه واحد التحيه كبيره، تحيه شكر وتقدير وحب الاخوات الكريمات اللي سولوا ليا. يعني كنت غبت واحد الفتره اظن قبل ما نحط فيديو كيكه ببيضه واحده بدون فرن. الصراحه كنت مريضه بزاف، يعني كنت طريحه الفراش، ومن بعد لقيت بزاف ديال التعاليق اخوات الكريمات كيسولوا ليا. يعني داكشي فرحني بزاف، وكنشكركم من صميم قلبي. كنقول لكم شكرا شكرا على التعاليق الجميله، الكلام الجميل والدعوات الرائعه. يعني فعلا هادشي كيفرحني، وهادشي كيدل على الطيبوبه ديالكم. كنقول لكم جزاكم الله خيرا، ولا لا يخطيكم ليا، ويا ربي نكون عند حسن ظن الجميع. طولت هاد المقدمه، ندوزو مباشره للمقادير. كنحتاجو نصف كاس من السكر سنيده او ما يعادل 100 غرام. نحتاج أيضا كأس من الماء أو ما يعادل 200 مليلتر. هنا أنا استعملت كمية كبيرة من الماء لأنني ما بغيتش نضيف الزيوت. أنا ممكن تنقصوا واحد ملعقتين أو ثلاثة من الماء وتوضعوا زيت أركان أو زيت الزيتون. نحتاج أيضا 200 غرام من الكاوكاو أو الفول السوداني، أو ممكن توضعوا اللوز أو البندق، أي مكسرات كتفضلوا. نحتاج أيضا 150 غرام من الشوكولات، أي شوكولات كتفضلوها. بالنسبة للطريقة كنوضعو الكاوكاو أو الفول السوداني يتحمر في الفرن تقريبا واحد 10 دقائق. في هاد الوقيته هادي كنحضروا الكراميل. انا كنسبق لي وحطيت عدة فيديوهات فيهم طريقة تحضير الكراميل يعني بالتفصيل. كنوضعو طبعا السكر في واحد الإناء، نوضعو فوق نار مهيلة جدا. في هاد الوقيته هادي يكون الفول السوداني ديالنا يعني تحمر. كنوضعوه في الخلاط وهو سخون، يعني ضروري يكون ساخن. علاش؟ باش كنطحنوه يطلق هذوك الزيوت ديالو، وما نضطروش في هذه الحاله نضيفوا الزيوت لهاد الوصفه هذه. كيساعدنا الحصول على وصفه كريميه. كما كتلاحظوا النتيجه اللي وصلت ليها هي هذه، تقريبا 10 دقائق وانا كنطحن. نتوما الا بغيتوا طحنوا اكثر، الا ما بغيتوش هذوك الحبيبات يبقاو لكم في هذا الخليط هذا. الكراميل ديالنا هي هذه كما كتلاحظوا دابت. هنا كان في الفيديو السابق اللي حضرت فيه الكراميل جاوني بزاف الاسئله انهم في اخر مرحله، يعني ملي كيحضروا الكراميل ديالهم كيلقاو بعض الحبيبات ديال السكر، لانه كما كتلاحظوا في هذه المرحله هذه كيبان لنا ان السكر داب، ولكن الصراحه باقي ما داب كله. كما كتلاحظوا كاين واحد الحبيبات هما اللي كيبقاو في الاخير. يعني هنا ضروري اننا نخليو السكر حتى يذوب جيدا. من بعد كنضيفوا الماء اللي كيكون ساخن. هنا المقطع مشى لي، ما عرفتوش فين مشى. كنخلطوا جيدا. جاوني بعض الاسئله ايضا في التعاليق كيقولوا لي انهم ملي كيضيفوا الماء او الحليب او الكريمه كيتحجر. عادي، ماشي مشكل، كما كتلاحظوا حتى انا تحجر، ولكن كنبقاو كنخلطوا حتى كيذوب. ضروري انه يذوب داك السكر اللي تحجر. من بعد كنضيفوا الشوكولات. جاوني ايضا اسئله كثيره على نوعيه الشوكولات اللي استعملت. كما قلت لكم في الفيديو انا استعملت ارخص نوعيه، انا استعملت غالا، يعني الشوكولات اللي الثمن ديالها 4 ريال للمربع. كيف ما كتلاحظوا الشوكولات ديالنا داب مع التحريك. هنا كاين يعني وجود بعض القطع ديال اللوز او المكسرات اللي كاينين في الشوكولات. نتوما الا ما بغيتوش هاد القطع هادو ممكن انكم تستعملوا الشوكولات اللي بدون مكسرات. كنحركوا جيدا حتى كتذوب، تقريبا كتاخذ لينا دقيقتين فقط. من بعد كنصبوا هاد الشوكولات هذا او هاد الخليط ديال كراميل الشوكولات على الكاوكاو او الفول السوداني، ونرجعوا نطحنوه مره اخرى. ومن الاحسن نطحنوه جيدا الا ما بغيتوش تلقاو هذوك الحبيبات في الاخير. هذه هي النتيجه اللي حصلنا عليها كما كتلاحظوا. هنا المزيج باقي سخون شويه، يعني باقي سائل نوعا ما. انا هنا بقاو لي دوك الحبيبات ديال الكاوكاو او الفول السوداني او اللوز. هنا انتم الا ما بغيتوهمش
يا اما كتاخذوا الشوكولات بدون مكسرات او كطحنوا جيدا هاد المكونات هادو. كنصبوا هاد الخليط ديالنا في واحد الاناء او قريعه او اي حاجه اللي كتكون يعني معقمه. انا هنا اختاريت هاد العلبه هذه. انا كما كتلاحظوا بدات كتعقد، صدقوني كتجي رائعه، يعني واحد النتيجه كنحصلوا عليها رائعه جدا. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. ما تنساونيش بالاشتراك ديالكم والتعاليق واللايكات وبارطاجيو مع الاصدقاء اللي تعم الفائده. الى فيديو قادم ان شاء الله، خليتكم على خير.